هناك ظاهرة تحدث للإنسان، وهي رؤية أشياء قبل حدوثها، كأنها حدثت من قبل. هل مررت بها يوماً ما؟ ظاهرة الديجافو هي إحساس قوي ومفاجئ بأنك عشت الموقف الحالي من قبل أو مررت به سابقاً، رغم أنك تعلم منطقياً أنها المرة الأولى التي يحدث فيها. لماذا نشعر بالديجافو؟ ليست هناك إجابة قطعية، لكن هناك عدة تفسيرات علمية محتملة. 1. خلل مؤقت في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى. يعتقد أن الدماغ قد يخلط لجزء من الثانية بين التخزين المؤقت قصير المدى والتخزين الثابت طويل المدى، فيشعر الشخص أن التجربة ذكرى وليست حدثاً جديداً. 2. المعالجة المزدوجة للمعلومات. من الممكن أن تصل نفس المعلومة إلى الدماغ عبر مسارين مختلفين بسرعة متفاوتة. إذا وصل أحدهما متأخراً قليلاً، قد يشعر الدماغ كأنه تذكر شيئاً حدث مسبقاً. 3. تشابه بين موقف جديد وتجربة قديمة منسية. أحياناً يشبه المشهد الحالي مكاناً أو شخصاً أو حدث من الماضي، فتحصل استجابة تحت وعي تجعلك تعتقد أنك رأيته سابقاً. 4. التعب والإجهاد. تزداد ظاهرة الديجافو عند الإرهاق أو قلة النوم، لأن قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بكفاءة تقل. هل الديجافو أمر خطير؟ غالباً لا. يحدث عند معظم الناس، خاصة في سن المراهقة والشباب، لكن إذا كان يحدث بشكل متكرر جداً أو مصحوباً بفقدان وعي أو نوبات، فقد يكون مرتبطاً بنوع من اضطرابات الدماغ مثل الصرع الفص الصدغي، وهذا نادر. الخلاصة: الديجافو هو خلل مؤقت طبيعي في معالجة الدماغ للمعلومات، يعطي إحساساً غريباً بأنك رأيت هذا من قبل، وهو غالباً غير مقلق. لو الفيديو فادك، سيبه ينتشر وادعمنا بلايك، وقول لنا رأيك في كومنت.